ربنا يجعل في وشكم الجمول. بقول لك يا جدع انت شوف بقى، سكر تبقى مراتك. متجوز اختها. اظن كده يا حبيبتي بقى امان جدا. اجرنا شقه بعيده عن المنطقه بتاعتنا اهو عشان نبقى على راحتنا. طيب انت متأكد ان احنا مش هيحصل لنا حوارات ومشاكل؟ ويحصل ليه؟ انت مراتي. بس متجوزين عرفي يا علي، صاحب الشقة اصلا ما يعرفش ان انا مراته. انا الصراحه قلت له ان انت اختي، وادينا مع بعض لحد ما نشوف حل للموضوع بتاعنا. كان لازم يعني اهلك يا علي يرفضوا جوازنا عشان خاطر ايه؟ يعني متطلقة وكمان بيحرقوا دمي عشان يخطبوا لك بنت عم. يعملوا اللي هم عايزينه، المهم انا مع مين دلوقتي؟ وبعدين يا سكر يا حبيبتي بكره اعلن جوازنا لكل الناس والناس كلها تعرف. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ايه ده؟ يا لهوي، يا ترى مين اللي على الباب ده؟ طب انت خايفه كده ليه؟ ما تقلقيش، هشوف فين وراجع لك، اهدي بس. سلام عليكم. مين حضرتك؟ انا جاركم ايمن الببلاوي. لما لقيت الشقه اللي جنبنا اتأجرت قلت اما اشوف جيراننا الجداد. لا حبيبي تسلم، ربنا يخليك. ايه ايه ده احنا والله احنا تعبانين وعايزين نرتاح والله، وتعالى لنا بكره. لا انا جيت واللي كان لازم اطمن عليكم. ايه الراجل الرخم ده؟ خد يا عم انت. يا مساء الانوار، يا مساء الانوار. الجميله من هنا ولا من كام بشزار؟ اسمك ايه؟ اسمي سكر. اكيد سكر طبعا. يا مساء الانوار. انت يا عم مدحت شلب انت، ما تبطل يا عم سقاله. انت عايز ايه؟ الجار للجار يا اخي، يا اتعرف عليك. يا سيدي انا علي ودي سكر اختي، ممكن بقى تسيبنا نرتاح وننام عشان تعبانين؟ حاضر حاسبكم، والايام جايه كتير. سلام عليكم. عليكم السلام. انت بتضحك على ايه انت كمان؟ ده رخم قوي. يا صباح الخير، رايحه فين كده يا استاذه سكر؟ رايح ارمي الزبالة. لا هو مفيش رجاله هنا ولا ايه؟ هات انا اللي حل مش عايزة الزباله. اتعبك معايا. ولا تعبك ولا حاجه، طب انا اموت في الزباله، اعشق الزباله، ايه الزباله العسل دي؟ راجل غريب قوي وبيعكس معاكسات غريبة جدا، وبعدين قال بيقول بيعشق الزبالة. الحمد لله على السلامه، ده انا عايزك من بدري قوي. يا ساتر يا رب، هو انت عايش عندنا ولا ايه؟ انا عايزك في حاجه مهمه. قول يا عم بس على السريع عشان لسه جاي من الشغل وتعبان. انا والانسه سكر اختك بنحب بعض واتفقنا على الجواز. انت عبيط يالا، تتجوز مين؟ ده انت لسه شايفها امبارح، انت لحقت تعرفها اصلا؟ اصلاني صليت استخاره امبارح وحلمت ان انا واختك قاعدين على الكوشي. كشت يالا، اضربه ولا اموته ولا اعمل فيه ايه؟ بقول لك ايه، غور من هنا امشي. طب والجواز وحبني؟ حبكم؟ امشي اهو، امشي يا. بقول لك ايه يا استاذ ايمن، انا هاخد راي العروسه وارجع لك، ما اشوفش وشك هنا تاني. سلام. غور غور. بقول لك ايه، عايزك تفهميني ايه اللي بينك وبين ايمن جارنا؟ والله ما في غير كيس الزبالة. نعم؟ والله اخد مني كيس الزبالة وعاكسني وانا سبته ودخلت. ده جاي يخطبك وعايز يتجوزك، هي الزباله دي كان فيها ايه؟ طب ما يجي يتفضل. يتفضل فين؟ انت هبله يا بت ولا ايه؟ يا ماما انا جوزك وانا كيس جوافه؟ انت عبيطه؟ بس وهو صاحب الشقة مفكريننا اخوات، ولو رفضت طلبه هيشك فينا. خليه يجي ونرفض عادي، مش مشكلة. الله، مفيش شربات يا عروسي؟ الله، ما تكسفنيش بقى يا ايمن. ايه يا عم انت يا عم، ما تهدى على حالك يا عم، هو احنا لسه وافقنا عليك اصلا؟ طب خلي بالك بقى، انت لازم تعرف ان سكر اختي دي كانت متجوزه قبل كده واتطلقت. مش مهم، هي سكر وزي السكر على قلبي يا قلبي. وكمان مشيها بطال. ربنا هيتوب عليها على ايدي. واصلا بتكره الرجاله ومش بتطيقهم. ومن سمعك الرجاله دي تطاق اساسا؟ تضحك على ايه انت كمان؟ ما فيش حاجة والله. طب الشرع بقى بيقول ان العروسه تقعد معايا كام دقيقه كده، عشان لو مكسوفه تقول حاجه قدام اهلها تقولها معايا. يا عسل انت يا سكر. في دي بقى عنده حق يا علي اخويا. انا مش عارفه اخوك مش عايز يتجوزنا ليه؟ ما تقولي له الحقيقه، قولي له ان انت بتحبيني قد ايه، ولا اقول لك قولي له على اللي حصل بيني. انت مش ممكن. سكر تعال، عايزك تعالي. طبعا اذنك يا استاذ ايمن. ما بلاش ايمن ديت، بلاش الرسميات، قولي لي يا بيبي. ايه في ايه؟ مالك بتضحكي قوي كده ومبسوطه؟ ها في ايه؟ ايه بتغير عليا يا حبيبي؟ بقول لك ايه، هضربك والله العظيم.
قولي لي الواد ده كان بيقول لك ايه؟ بس هو عاوزني ان انا اقول لك ان انا بحبه وان انا هموت نفسي عشان لو انت رفضت. انا هروح اديله على دماغه وربنا. شفت بقى، هو ده اللي انا كنت خايفه منه، المشاكل والحوارات. لك عليا ان انا لو شفته بيعاكسني او بيقول اي حاجه انا هقول له ان انت جوزي. انا اللي هقول له ان انا جوزك، وهقول لكل الناس كلها. انا مش هستحمل اكتر من كده. استنى بس يا رامي. ربنا يجعل في وشكم الجمول. بقول لك يا جدع انت، شوف بقى، سكر تبقى مراتي. متجوز اختها؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، اخ متجوز اخته. يا سيدي افهم، انا مراته مش اخته، وكمان متجوزين عرفي. مراتي، وهعرف اهلي وهعرف اهلها، واللي عندهم يعملوه. بجد يا حبيبي هتعرف اهلك؟ هعرف اهلي وهقول لهم، وده قرار نهائي. انا مش هتجوز غيرك، ولازم يعرفوا ويوافقوا على الكلام ده. يا سيدي مبروك، يا سلام. طب المدام ما عندهاش اخت عسل وسكر جديد زي ايه؟ قول يلا بده يلا، قول يلا، ده بارد قوي.